اهلا بيكم يا حلوين، معاكم ميسون للي ما يعرفنيش. النهارده هنعمل مع بعض وصفه طبيعيه من لبان الذكر. اللي ما يعرفش، طبعا لبان الذكر ليه فوائد كتيره جدا جدا للبشره. هنتكلم شويه عنها. اللي مهتم بالحلقه معانا النهارده يتابع معايا الحلقه للاخر. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل وصفاتنا وحلقاتنا الجديده. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنتكلم الأول عن فوائد لبان الذكر. احنا هنعمل كريم النهاردة. الكريم ده هيعمل ايه؟ هيعالج حب الشباب، هيرطب البشرة جدا، هيعالج الهالات السوداء، هيعمل الخطوط الرفيعة أو التجاعيد. لو عندك خطوط رفيعة أو تجاعيد في البشرة كمان هيخفيها وهيعالجها. لو في جروح هيطهرها هيزيلها، هينقي البشرة جدا. واهم حاجة واللي كل البنات بيحبوه ان هو هيوحد لون البشرة وهيفتح اي بقع سمراء عندك، سواء بقى بقع مكان الحبوب اللي حوالين البق مثلا من الشمس او حاجة، او الكلف او النمش. وكمان لو عندك تصبغات بأي شكل كان، هي برضو بتندرج تحت تفتيح البقع وتفتيح البشرة. الكريم ده هايل يا بنات، جربوه، هو وصفة سهلة جدا. ويلا بينا نبدأ الوصفة. طبعا احنا عارفين مع بعض، يعني عارفين شكل لبان الدكر بيكون عامل ازاي. لبان الدكر بنجيبه من عند العطار وبنحطه في ميه، بنغسله الاول، بنحطه في ميه سخنه لمده ليله كامله. وبيبقى منقوع اللبان الدكر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده بيكون نقعت اللبان كده ليله كامله بيتنقع. وبينزل الميه بتبقى لونها عامل زي اللبن كده شويه زي ما انتوا شايفين. خلاص هناخد الميه دي وهنصفيها. هصفيها كويس جدا في مصفى. بس المصفى دي انا حطيت عليها قطنايه علشان خاطر نقدر ان احنا نصفي اللبان كويس جدا، ما يبقاش فيه اي شوائب معانا في الوصفه. كده زي ما احنا شايفين هنجيب المصفى هنصفيها في قطنايه. خلاص هنصفي كل الميه اللي احنا نقعناها من خلال القطنايه دي. وبعد كده هقول لكم احنا هنعمل ايه. طبعا الميه اللي هتنزل دي هتبقى نازله نقيه جدا. شايفين الشوائب ازاي بقت في القطنايه؟ ممكن حاجه من الحاجات دي كانت تنزل في المصفى، عشان كده انا قلت ان احنا نجيب شاش او نجيب قطن ونصفيها. طبعا في ناس ممكن تقولك هناخد الميه دي كلها واطحنها هاند بلندر او خلاط، وده مش حاجه صح، يعني مش هيبقى الوصفه مش تبقى مظبوطه. احنا هنعمل كريم للبشره. الكريم ده ممكن يقعد معانا حوالي 3 ايام. احنا كده صفينا الميه كله تمام. خلاص هنعمل ايه بعد كده؟ شايفين بس الشكل؟ انا اوريكم بس شكل الميه عامل ازاي بعد ما اتصفت، بقت نظيفه خالص وقوامها بقى نضيف خالص. احنا ممكن بقى نعمل ايه؟ ممكن نجيب المية دي ونجيبها في ازازة زي سبراي كده. خلاص نحط لها مثلا مية ورد، او نحط لها ميه ورد، او نحط لها زيت لوز حلو مثلا. ويفضل ان احنا نحط ميه ورد ونحطها في بخاخه ونحطها في التلاجة ونستخدمها زي تونر للبشره. بتبقى هايله جدا. نحطها مثلا نرش على البشره بعد ما نغسل وشنا بالغسول بتاعنا، نحطها على بشرتنا مثلا 10 دقايق لغايه ما نحس ان وشنا اتشد. وبعد كده نغسلها ونشطف بشرتنا مره الصبح ومره بالليل. دي اول حاجه ممكن نستخدم فيها الميه دي. تونر هايل للبشره، جربوها لمده اسبوع وشوفوا النتيجه بنفسكم واحكموا بنفسكم. خلاص يبقى كده دي اول حاجه. تاني حاجه من الوصفه دي احنا ممكن نستغل ميه الدكر دي في ايه، لبان الدكر ده في ايه. ممكن على فكره في بلاد بتسميه كمان العلك، عشان خاطر لو حبيتوا انتوا بتشتروه يعني. هناخد بقى الميه دي وهنعمل ايه؟ هنضيف لها معلقتين نشا. احنا كده رفعناها على النار، وادي شكل الوصفه بعد ما ادي الكريم مع النشا، الميه اللبان الدكر مع النشا.
رفعناها على النار وفضلنا نقلب فيها، ما بطلناش تقليب خالص، واهم حاجه تكون على نار هاديه جدا. وده كان القوام بتاعنا، شايفين عامل زي الكريم ازاي. اهم حاجه نبقى ظابطين النشا زي بالظبط ما بتعملي اي حاجه وتضيفي لها نشا. شايفين الكريم قوام الخلطه عامل ازاي، بيكون كده بالظبط. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ ممكن نضيف معلقه لوز او معلقه زيت زيتون زي ما تحبي. انا هقسم الخلطه دي على 2، هقسمها، هقسم هاخد جزء كده على جنب، وهخلي معايا جزء عشان هحتاجه بعد كده. خلاص كده. وهضيف على الجزء ده، هضيف عليه معلقة بن. بنات احنا ممكن ناخد الخلطة دي زي ما هي كده، نضيف عليها لوز، معلقة لوز ومعلقة زيت جوز هند ومعلقة زيت زيتون، واي كريم عندك بتحبيه بيكون مرطب ممكن تحطيه عليه، وتحتفظي بيهم في اي برطمان لمدة 3 ايام في التلاجة، هيبقى عندك كريم هايل. يعني دي حاجة غير اللي انا هعملها دلوقتي، دي حاجة تانية ممكن نطلعها من الوصفة دي. خلاص. ممكن بقى بعد ما عملنا الكلام ده نحط معلقة بن، وهنقلب برضو كويس جدا. ممكن نحط معلقة بن او معلقة كاكاو، وهنقلب، هنعمل ميكس كده كويس قوي. انا سبت جزء من الوصفة ليه؟ علشان لو حسيت ان هي محتاجة او تقيلة شوية في الفرد، او محتاجة ان احنا نخليها سايلة شوية، كنا هنضيف عليها. لو حسينا ان هي لا مش محتاجة، خلاص يبقى كده مش لازم ان احنا نضيف باقي الوصفة اللي انا شلتها منها. ممكن بعد كده نحط معلقة زيت زيتون عشان نعزز الوصفة شوية كده. نقلبها برضو كويس، نخلي كل المكونات تتجانس مع بعض. القهوة، الكافيين عامة والقهوة مفيدة جدا للبشرة، يبقى مفعولها سحري. من أول مرة جربوها هتعجبكم جدا. هنحطها لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة لغاية ما نحس إن الوش نشف كده وشد معانا، ونغسل. لكن لو مش هنحط القهوة وهنحط الزيت الجوز الهند وزيت اللوز الحلو او زيت الزيتون، ممكن نضيف دلوقتي برضو زيت لوز بدل زيت الزيتون. ممكن نضيف زيت جوز هند اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بناخد كده وبندهن، شايفين؟ بناخد وبندهن وبنسيبها زي ما قلت لكم لمده تلت ساعه او 10 دقايق او ربع ساعه زي ما احنا عايزين، لغايه ما الجلد نحس ان هو اتشد. وشوفوا الوصفه دي هتعمل ايه معاكم ومن اول مره. تمام. كل حاجة احنا حطيناها ليها فوائد رهيبة للبشرة، سواء البن، سواء لبان الذكر، سواء زيت الزيتون، والنشا كمان ليه فوائد هايله للبشره في التفتيح والنضاره، وبينقي البشره جدا. جربوا الوصفه دي من اول مره هتعجبكم جدا. هتجيبوا اي برطمان عندكم نضيف وهتحطوه في التلاجة، هتحفظوها وتستخدموها 3 مرات في الاسبوع، وتفرجوا بعد اسبوع بشرتكم عامله ازاي. وعلى فكره من اول مره، من اول استخدام هتلاقوا نتيجه هايله جدا. جربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ان شاء الله الوصفه هتعجبكم جدا انا واثقه. هرجع تاني اقول لكم ان هي بتعمل ايه، بترطب البشره جدا، بتعالج حب الشباب والهالات السوداء والخطوط الرفيعه والتجاعيد، بتنقي وبتدي نضاره وبتفتح وبتزيل البقع. يعني كل مشاكل البشره هي حلها في الوصفه الحلوه دي. وممكن ان احنا نستخرج منها 3 وصفات زي ما شرحت لكم وانا بعمل الوصفه دي. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس، وتنزلوا كده تحت الفيديو هتلاقوا كلمه اشتراك تدوسوا عليها عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديده. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، ويلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.